يا صباح الخير يلي معانا انا فرحانه النهارده. اول حاجه كده اقول لكم السلام عليكم، صباح الخير. احنا قايمين النهارده الصبح بدري علشان نشوف نتيجه تعبنا، علشان نشوف العيش اللي احنا بحوش فيه بقالنا اسبوعين او 3، لان تقريبا بالظبط كده تقريبا اسبوعين. تمام، هيبقى كام كيلو، هنبيعه ازاي، وهنكسب ازاي، وهنزود دخلنا ازاي. نزود دخلنا بايه؟ بحاجات احنا كنا بنرميها. طبعا اللي انتوا شايفينه ده البرايم بتاعه العصافير. والله العظيم الخير لما بيجي ما بيجي الحاجة كده، يعني احنا سبحان الله احنا بنطعم طير لله، ربنا هيكرمنا في حاجة تانية. اوعى تنسي البرام اللي تحطي فيه العيش مكسر للعصافير، وبتاعة طاجن مية وطاجن العيش. تمام، العصافير بتيجي، انا لو نسيت يوم ما حطيت لهمش، تمام، او مثلا المية خلصت وما خدتش بالي، بيدخلوا لحد الصالة عندي. تمام. طيب، نشوف تعبنا احنا. شوف الشكارة اللي لمتها طول الاسبوعين، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يبارك لنا فيها. انا بعت بنتي، قلت لها اسألي لي على العيش. طلع العيش الكيلو ب10 جنيه. تمام، في ناس قالوا لي انهم بيشتروا ب12، والله يا ريت انت توصلي لدول يعني. المهم وزننا والحمد لله والله العظيم. يعني مش قادرة اقول لكم ان انا كنت فرحانة قد ايه. بس قبل ما اقول لكم بقى، طبعا اي حاجة تخص العيش عايزاكي تنزلي بسرعة تحطي لي لايك، وتكلمي كده وتقولي لي انا هعمل زيك، وانا بدأت، وتشتركي طبعا في القناة. عايزين نكون أسرة، كلنا سوا مع بعض. نفيد بعض. لو انت عندك اي فكرة تفيديني بيها عن اي حاجة تخص البيت. تمام. شوفي انا بقرب لك عشان هوريك ده عيش يمام، شايفينه اهوت، انا مبسوطة بيه اصلا. برضو اليمام بيجي ياكل. متخيلة انت زي ما بتكرمي طير، زي ما بيقول كده طير اخرس. طبعا مفيش مية حوالينا. تمام، فتحطي لي المية قدامهم، يعني تخيلي جنب البيت وجنبه الاكل والمية. تخيلي انت كده، هتكوني عند ربنا ايه؟ هيكون حسنة جارية عليكي. حتى يمكن بعد ما ماتت، او بعد ما نموت نقوله لعيالنا نفس الحكاية. انا عاوزهم ما تنسوش العصافير، ما تنسوش المية، ما تنسوش طير، حمام، عصافير، يمام، اي حاجة تعدي. تمام، انتي اخدتي بيها والله هتاخدي بيها ثواب، وربنا لا يرزقك. مش في آية بتقول يرزقكم كما يرزق الطير، تذهب تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني ايه؟ يعني تطلع تدور على رزقها وهي بطنها خوية ما فيهاش اكل، وتعود بطانا شبعانة. فتخيلي انت بتعملي ده في جنب مكان انت بتترزقي منه. يعني مثلا حتى في نفس البلكونه، حتى الشكاره، حتى الصينيه اللي وريتها لكم في فيديو قبل كده، حتى الصينيه اللي بنشف عليها على سور البلكونه، بس انا سور البلكونه عندي عريض شويه. حتى الصينيه باخد بالي منها على طول، وبخلي وانا بحط العيش بحاول يعني ايه، اظبط الدنيا ان هي ما تميلش ناحيه ولا ناحيه عشان ما تقعش مني. فشوفي انت يعني بيجي رزق الطير على ايدك. تمام، انت ربنا هيرزقك ازاي وهيكرمك ازاي. طبعا زي ما قلت لكم انه من لا شيء، والله العظيم يا حبيبتي ويا صديقتي ويا اختي، من لا شيء هتعملي شيء. تخيلي انتي الشكارة دي كده بحجمها، انتي كنتي بترميها كل يوم. اول حاجة واهم حاجة انه حرام، حرام ان انتي تهيني نعمة ربنا او تبهدليها او ترميها في الزبالة. تمام، ده انتي حتى تاني حاجة اللي هقولك هكملك بعدين. تاني حاجة غير انه حرام، رزق وجايلك. يعني ده رزق وجايلك، ان انا ممكن استفاد من حاجة كنت برميها تجيب لي دخل في البيت، وانا بدون دخل هيكون معاكي فلوس في ايدك. يعني انتي مفيش واحدة مننا ما تقولش لجوزها مثلا نفسي في كذا او نفسي تروح كذا، ممكن يقول لها لا. يمكن يكون هو فعلا معهوش، ممكن يكون مثلا معاه وعنده اولوية لحاجة تانية. احنا كستات احنا بنزعل، ما بص احنا واقعيين واتكلم معاك بكل واقعية، احنا بنزعل. طيب ليه ما يبقاش في قرش في ايدك؟ ارجعي للفيديوهات وشوفي انا
عملت في الفلوس دي ايه وجمعتهم ازاي. يلا بقى نشوف حسبتنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده، نجيب الاجنده القمر بتاعتنا ونبدا نحسب. زي ما انتم شايفين انا زي ما قلت لكم كده نزلت بنتي تمام كده. الولدتين الحمر اللي على جنب دولت بنتي الصغيره اللي في رابعه ابتدائي، هي جايباهم لي وقلت اطلعهم معايا. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونقول نزلت بنتي قلت لها اوزني العيش. طلع العيش بقى كام؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طلع 12 كيلو بالظبط كده وربع. تمام. بس في غلطه هنا مش عايزاكي تقع فيها، هقول لك ايه هي. تمام. طبعا سعر الكيلو 10 جنيه. خلاص. المفروض هتبقى مثلا ايه ب120 جنيه وشويه. طبعا جت الست اللي اشترت ذكيه برضو، خدت الربع اللي فوق ده، قالت معلش سيبوه لنا. تمام. الربع ده سيبوه. انت بعد كده ما تقعيش في نفس الغلطه. لما تيجي توزني عيش توديه مثلا لو 12 وربع، لو 10 ومش عارفه كام، الرقم الكسر ده شيليه. تمام. وحوشيه الاسبوع اللي بعده. خلاص كده. واديلها الرقم بالظبط، يعني 10 كيلو هي ال10 كيلو. تمام. 12. طيب الفلوس طلعت كام؟ طلعت بالظبط كده 120 جنيه. انا لو بسقف لنفسي هسقف. ماشي وحشين. 120 جنيه من كانت حاجه بتترمي. وناخد طبعا الحصاله. الجماعه دول يدخلوا مع بعض دلوقتي اعملهم في الحصاله، هشيلهم محطوم تاني في الحصاله كده. بذمتك ودينك كده وحشين. انت متخيله؟ طيب لما انت بتلمي ال120 جنيه اللي جبناهم من العيش حلو، وجبنا كان قبل كده 175 من الزباله بتاعه الكتب. ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده واسمعوا انا عملت ايه. تمام. يعني في خلال اسبوعين تمام كده. ده دول لوحدهم الحاجات اللي بتنباع، غير اللي هي الجمعيه اللي قلت لك اعملها مع نفسك اللي ب20 جنيه. وانا اللي الفتره اللي جايه باذن الله كده هعمل لكم فيديوهات عن جمعيات اللي هي بافراد بقى، هتعمليها وهمشيها لك واظبطها لك واقول لك تمشي عليها ازاي. تمام. وباذن الله هعمل لك جمعيه كل 10 ايام هخليكي تاكلي الشهد من بيتك. طيب دلوقتي طبعا احنا ماشيين ان الحاجات اللي بتنباع ديت بتتحط في حصاله فيها 20 جنيه او 30 جنيه، بيطلعوا من مصروف البيت ان شاء الله 10 جنيه، ان شاء الله 5 جنيه، ان شاء الله اي حاجه. تمام. دولت برضو بيتحطوا في الحصاله. طيب انا اخدت ال100 حطيتهم في الحصاله كده، وال20 جنيه ديت هديهم لبنوتي طبعا عشان افرحها اللي هي نزلت باعت لي العيش حقها. تمام. طيب ممكن واحده تيجي تقول لي هو انا مش محتاجه عشان ابيع العيش. انت زي الفل والله تمام زي الفل. طيب ممكن انت برضو عشان ربنا تلم العيش ده، او لو انت مثلا حد غني قوي وعندك خدامه في البيت تخليها تلم العيش ده وقولها نشفيه، خديه عندك في بيتك نشفيه بدل ما ترميه في الزباله. بالله عليكم لموا نعمه ربنا بالله عليكم. ده انت النعمة كان زمان ست وستك كده لما يلاقوا لقمة عيش في الأرض ياخدوها يبوسوها كده يحطوها على دماغهم. عرفت في علم الطاقة ان دي حاجة حلوة قوي لجلب الرزق. متخيلين؟ او هي كانت كده ان احنا بنشكر ربنا على نعمه. الموضوع مش فيه بقى ان انا معايا ولا انا معيش، الموضوع ان احنا بنستحرم. العيش مش عايزاه حطي العصافير عندك زايد قوي حط ادي للبواب. ادي لحد يكون غلبان في الشارع عندك يبيع ويستفاد بيه. اعملي كل اسبوع مثلا كده ان شاء الله. انت مش عايزه تنشري كل الكلام ده كله، حطي كيس كده في الفريزر. تمام. حطي فيه كل البواقي وكل اسبوع جمعي حاجه وتروحي اي حد غلبان خدي نشفه وبيع واستفاد بيه. زي ما قلت لك لو انت في منطقه ما فيش حد بيبيع فيها بتاع ربابيكيا يتصرف، البواب يتصرف، اي حد جنبك وانت كده فدتي وافدتي. طبعا انا بحبكم جدا وبحب افيدكم وبفيد نفسي والله زي ما بفيدكم وزي ما بعمل لنفسي بقول لكم. اتمنى ان انتوا كمان تفيدوني. انا زعلانه ان في مشاهدات بس مفيش لايكات ولا اشتراكات. اتمنى اللايك الجميل بتاعك يا قلبي والاشتراك
وطبعا هيبقى فيه فيديوهات بعد كده كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى ناس.